مرحبا بكم في هذا الفيديو. سنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو أول جلسة علاج نفسي. يشعر الكثير منا بالقلق والتردد قبل أول جلسة، لذا سنجيب على جميع أسئلتكم ونقدم لكم نظرة شاملة على ما يمكن توقعه. لماذا تعتبر الجلسة الأولى مهمة؟ الجلسة الأولى هي بمثابة مقدمة لك وللمعالج النفسي. هي فرصة لك لتوضيح الأسباب التي دفعتك لطلب المساعدة، وللمعالج لفهم حالتك بشكل أفضل وتحديد احتياجاتك العلاجية. ماذا يحدث في الجلسة الأولى؟ التعارف. تبدأ الجلسة بالتعارف على المعالج النفسي، وسيسألك عن أسباب مجيئك. استكشاف المشكلة. سيسألك المعالج عن المشكلة التي تواجهها وكيف تؤثر على حياتك اليومية. تحديد الأهداف. ستعملان معا على تحديد الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال العلاج. خطة العلاج. سيعرض عليك المعالج خطة علاج مخصصة لحالتك، تشمل عدد الجلسات والتردد والتقنيات العلاجية المناسبة. الإجابة على الأسئلة. ستكون لديك فرصة لطرح أي أسئلة لديك حول العلاج النفسي أو حول المعالج. ماذا يجب أن تتوقع في الجلسة الأولى؟ بيئة آمنة وداعمة. ستجد بيئة آمنة وداعمة للتعبير عن مشاعرك وأفكارك دون خوف من الحكم. الاستماع الفعال. سيستمع إليك المعالج باهتمام شديد، وسيمنحك مساحة للتعبير عن نفسك بحرية. التعاون. ستكون شريكا في عملية العلاج، وسيعمل المعالج معك كفريق واحد لتحقيق أهدافك. نصائح قبل الجلسة الأولى. فكر بوضوح. حدد الأسباب الرئيسية التي دفعتك لطلب المساعدة. جهز أسئلتك. اكتب أي أسئلة تريد طرحها على المعالج. كن صريحا. لا تخف من مشاركة أي مشاعر أو أفكار تشعر بها. كن مستعدا للتغيير. العلاج النفسي هو رحلة، وتتطلب التزاما منك. ختاما، أول جلسة علاج نفسي هي خطوة شجاعة، وهي بداية رحلة جديدة نحو الشفاء والتحسن. تذكر أنك لست وحدك، وهناك العديد من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك.